ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ دلوقتي انا عايز افهم حاجه، انا ليه طرف في خناقه بنات؟ ليه بتحطوا اسمي؟ وليه انتم مفكرين انكم لما تطلعوا تعايروا ام ابني بيا دي حاجه هتبسطني وانا هكون مبسوط بيها؟ اكيد طبعا لا. طبعا قبل كده كان في مشاكل وانا غصب عني طلعت اتكلمت عنها وحش، ودي كانت ساعه شيطان. كان في طبعا اطراف كانت بتسخن الدنيا، وساعتها انا لما رجعت نفسي طلعت وعملت لها فيديو اعتذار. دي حاجه ما تقللش مني، واي راجل محترم واي راجل جدع فاهم الكلام ده، لان ده حقها وحق ربنا وشهاده حق. انا ما شفتش في اخلاقها، لانها فعلا كانت اي حد من صحابها كان بيبقى عنده مشاكل كانت بتروح تقف معاه وكانت بتقف جنبه وبتساعده، كانت تسيب البيت وتسيب ابنها وتروح تجري عشان خاطر تقف مع اصحابها في وقت مشاكلهم. بس يا جماعه انا ماليش ان انا اتكلم في تفاصيل هي ما قالتهاش، بس انا مش هسكت ان حد ياخدني سلاح ضدها، لان دي في الاول وفي الاخر ومهما حصل هتفضل ام ابني. وعمر اللي ما بيننا ما كان قليل ان حد يفضل يغلط فيها بالطريقه دي، وكمان واخدين اسم دليل انها وحشه، وهسكت انا على ده. واي حاجه بتتقال على لساني ان انا قلتها، انا عايز اقول لكم ان انا ما قلتش اي حاجه من الكلام ده. ولو اكيد في حاجه واخدينها دلوقتي فواخدينها من فيديو قديم او من اي حاجه قديمه ساعه المشاكل اللي كانت ما بيننا، وده ملوش مسمى غير انكم بتصطادوا في الماء العكره عايزين تطلعوه وحشه وخلاص. بالعكس انا ما شفتهاش طلعت غلطت في حد، هي كانت طالعه بتحكي موقف حصل معاها، لعبت في حد ولا غلطت في حد، والاطراف التانيه شغالين يطلعوها وحشه، والدليل بتاعهم انا الدليل. انا بقى بقول لكم ان انا الست دي انا ما شفتش منها غير كل خير، والدليل على كلامي ده ان انا في فيديوهات بقى